هلو، رجعت لكم في فيديو جديد هنحكي فيه ازاي نستغل الاجازه بتاعتنا علشان متبقاش سخيفه وممله. فانا كتبت كده شويه افكار وحاجات انا حابه اعملها في الاجازه وهعملها معاكم على الانستجرام، فما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام علشان كل مره نعمل حاجه جديده مع بعض ونتعلمها سوا. فانا كتبت كده شويه حاجات بحاول اتعلمهم او عملت منهم حاجات بصراحه قبل كده، فيلا بينا. حاجه ازرعوا صنف. الناس اللي قريبه مني عارفه قد ايه انا بموت في الصن فلاور، بصور فيهم في اي حته، باخد صورهم، الاكسسوارز، اي حاجه فيها صن فلاور انا بحبها. فعشان كده قررت ان السنه دي هزرع صن فلاور. يعني انا زرعتها، مش عارفه هتنجح ولا لا، بس مش مشكله، المهم جربت. تاني حاجه وهي القراءه. القراءه دي من اكتر الحاجات، انا مش عارفه ازاي كنت متخيله حياتي ان انا يعني مش بقرا اي كتب بجد. يعني بص، يعني بتفتح كده دماغ البني ادم بشكل مش طبيعي. يعني انا كنت بكرهها، حرفيا كنت بكرهها، بس بدات اعود نفسي، وليه لا؟ طب ما اجرب، طب ما يمكن يطلع حلو. بدات في البدايه كل مره اقرا مثلا صفحه، جملتين مثلا. لا يعني ما حبيتش اعقد الامور في الاول على نفسي علشان احب الموضوع، لحد بجد انا ادمنت الموضوع. انا فعلا يعني لو مزاجي رايق كده شويه ممكن اخلص كتاب في يوم، ما عنديش ادنى مشكله حتى لو كان كبير. بس بجد الموضوع ده بيفرق وبيفتح دماغنا لحاجات تاني بجد. تالت حاجه وهي اتعلمت اعملها وفرقت معايا جدا، اتعلمتها من كتاب اسمه سحر الترتيب. دي بتعلمك انك ترتب الاوضه بتاعتك. احنا معظمنا كل ما بنرتب حاجه الاوضه بتبوظ تاني، نحط الحاجه مكانها، بعدها بيومين او بيوم الاوضه بتبوظ تاني. فازاي نحل المشكله دي؟ كتاب سحر الترتيب كان بيتكلم عن حته ان كل الحاجات، اول حاجه ان انا اتخلص من كل الكراكيب والحاجات الموجوده عندي. ففي يوم طلعت كل الكراكيب اللي كانت موجوده عندي ورميتها، او الحاجات اللي انا مش محتاجاها سواء لبس او في الاوضه او الحاجات اللي انا بستخدمها. يعني اي حاجه انا مش محتاجاها ممكن يعني اساعد بيها حد، او ممكن ارميها. المهم ما تخليهاش موجوده قدامك، مش اخبيها من قدامي، لا ارميها. طيب لو انت لقيت مثلا كتاب او تي شيرت مثلا معين، اديله فرصه مره. لو ما لبستوش او ما استخدمتوش يبقى اديه لحد، لان انا اضمن لك ان انت مش هتستخدمه اصلا، ومش يعني هتستفيد بيه بعد كده. اوكي. تاني حاجه في كتاب سحر الترتيب كانت بتتكلم عنها ان كل حاجه انا اشيلها ارجعها مكانها، كل حاجه اشيلها ارجعها مكانها في نفس الوقت. احنا ايه اللي بيبهدل اوضنا او المكان اللي احنا قاعدين فيه؟ ان احنا بنرمي. مثلا خرجت خروجه، طلعتي كل اللبس اللي عندك ورميتيه على السرير، فرجعتي لقيتي السرير يعني مليان. الفكره بتاعت الترتيب دي ان انا كل حاجه بشيلها برجعها مكانها، فبالتالي مش دايما بتلاقي الاوضه متبهدله، او لو لقيتيها مثلا متبهدله بتكون مش اللي هو يعني لتصدم، اللي هو حاجات بسيطه كده واخلصها بسرعه. تاني حاجه برضو اتعلمتها في نفس الحته دي، ان انا ارتب موبايلي اول باول. بنفضل نسيب تليفوناتنا كتير 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 كتير، او اي حاجه احنا بنستخدمها اجهزه، لحد ما بنتصدم ان مفيش مساحه. واخد بقى سكرين شوتس لحاجات كتيره اصلا ما بتشوفهاش بعد كده. عندك صور ملهاش لازمه، عندك فيديوز ملهاش اي لازمه، عندك ابلكيشنز ملهاش اي لازمه، بس انت منزلها لمجرد انه يعني الناس قالتها حلوه وجميله وكده. فحاول كل اخر شهر كده تروق الموبايل بتاعك وتشوف الحاجات اللي انت بتستخدمها والحاجات اللي مش بتستخدمها. ورابع حاجه بقى هي الرسم. انا من اكتر الحاجات اللي بحبها الرسم، بس انا بحاول اتعلم حاجات جديده في الرسم. يعني مثلا بدل ما بتعلم كنت بتعلم ارسم بالرصاص بس، لا بحاول اتعلم ارسم بالالوان، او احاول اتعلم اللي هو الرسم الرقمي. اي حاجه تخص الرسم بجد موهبه جميله ولطيفه، وبتخرج كم طاقه وكبت موجود عند البني ادم مش طبيعيه، وخصوصا العلاج بالفن. خامس حاجه اتعلم لغه. من اكتر الحاجات اللي بجد انا ندمت عليها في فتره الكليه ان انا ما استغلتش الموضوع ده، ان انا اتعلم لغه. انا اديلي سنين كتيره بحاول اتعلم لغه، وانا بجد ما كنتش عارفه اخد اي ستيب ان انا اعمل كده اطلاقا. بس اللي نفعني بجد ان انا حطيت بلان معينه امشي عليها، ان انا امارس اللغه كل يوم، ان انا اسمع كل يوم، ان انا اقرا كتب عن اللغه دي كل يوم. بجد اتعلموا لغه. يعني من اكتر لغتين اللي منتشره حاليا هو الالماني والانجليش، هم دول اكتر لغتين تقريبا سائدين في الحياه. بعرفها دي تقريبا السته. اكتر الحاجات اللي بجد هتفرق معاك جدا انك تقوي علاقتك بربنا.
بص انا مش هوعظك او هقول لك كلام كده من الخيال، بس بجد من اكتر الحاجات اللي بتكون مرتاح ومبسوط وحاسس بسلام، وبجد انا مش عارفه اوصفها لكم ازاي، بس فعلا بجد من اكتر الحاجات اللي بتكون مبسوط جدا ومرتاح جدا وبتكون في اسعد حالاتك هي علاقتك بربنا. لما بتكون تمام، لما علاقتك بربنا بتكون تمام بجد كل حياتك بتبقى تمام. اللي هو انت مش بتعافر حتى في حياتك تعمل اي حاجه، هي بجد العلاقه الوحيده لو انت ظبطتها في حياتك كل العلاقات اللي في حياتك هتبقى تمام التمام. يعني 7، ودي من اكتر الحاجات اللي انا عملتها السنه اللي فاتت فرقت معايا جدا، ان انا كتبت رساله لنفسي بجد ممتعه. كتبت رساله لنفسي ان انا عايزه اعمل ايه مثلا بعد سنه، او هكون فين بعد سنه، واجي بعد سنه اروح فاتحه الرساله دي، فبجد تحفه. لو انا كنت مبسوطه بنفسي ان هو الله يا ميرنا انت عملتي الحاجات دي او حققتي الحاجات دي، فاتبسطت جدا. او انا عندي البوكس ده تقريبا عملته السنه اللي فاتت على الانستجرام، ده فيه كل الحاجات اللي انا نفسي تحصل في حياتي. البوكس ده بجد احلامي طارت. المهم البوكس ده يعني في كل تقريبا، مش كل احلام يعني، بس جزء منها عملتها السنه اللي فاتت، وبجد انا يعني مش هبالغ لو مثلا 80% من الحاجات اللي انا كتبتها وصلت لها، يعني اشكر ربنا. فبجد اكتبوا رساله لنفسكم يا جماعه بالحاجه اللي انتوا نفسكم تعملوها، بجد هتوصلوا تصدقوني. حاجه كمان، اكتب رساله لنفسك في الماضي، او انصح نفسك مثلا نصايح كنت محتاج تسمعها في الماضي، مش علشان تندم ولكن علشان تقول لنفسك يعني مثلا انا كميرنا، بصي يا ميرنا انت كنت فين ووصلت لفين، بص ربنا كرمك بايه، بص ربنا عمل معاكي ايه، بص رساله لنفسكم في الماضي هتتبسطوا جدا. حاجه ال7، خدوا كورسات اونلاين. بصوا في كمية ابلكيشنز وويب سايت مليانة كورسات ببلاش بالعربي وبالانجلش، بجد كتير جدا. وهعمل لكم فيديو على انستجرام في كمية ابلكيشنز او ويب سايتس للحاجات اللي انتوا تاخدوا منها كورسات يعني. وفي قنوات في التليجرام برضه هبعتها لكم واعمل لكم ريل خاص بيها. اوكي، عارفين بنترست كده لما بتفتحوه بتلاقوا فيه شويه كده حاجات غريبه وجميله بجد، بتبقى سو كيوت كده، مثلا زي الشمع. اعملوا شمع بجد رهيبه وحلوه، هتتبسطوا بيها. اعملوا، اتعلموا تعملوا اكسسوارز، اعملوا مثلا اعملوا شنط. عارفين الشنط اللي بتطلع كانت طالعه جديد دي بالخرز في وقت من الاوقات، بجد اعملوها هتتبسطوا جدا للبنات يعني. اتعلموا كروشيه حلو خالص. حاجة رقم تقريبا 9 أو 8 مش فاكرة، المهم لموا تصحوا بدري. مش هقول لكم اصحوا الساعة 7 و8 والكلام ده، بس صدقوني بيفرق. يعني أنا حتى اليوم الأجازة أنا بحاول إن أنا أصحى بدري، علشان دي من أكتر الحاجات اللي بتحسسني ببركة اليوم بصراحة. ببدأ في اليوم كده في البداية إن أنا أروق أوضتي، وإن أنا أعمل الروتين بتاع بشرتي، وإن أقعد شوية مع ربنا الصبح. الناس كلها بتبقى نايمة كده، بيبقى وقت جميل جدا. بعمل يوجا، بستمتع بالهوا اللي ربنا عمله. وقت الصبح ده بجد لذيذ وغير أي وقت في اليوم. حاجة رقم تقريبا 10، اعملوا بيكنيك مع نفسكم. من اكتر الحاجات اللي انا بحبها او بحب اتلذذ بيها ان انا اقعد مع نفسي. زمان ما كنتش بحب اقعد مع نفسي، كنت بصراحة بخاف ان انا اقعد مع نفسي علشان او مش عارفة انا هعمل ايه مثلا، او ماشي قعدت ساكته. بس بجد اكتشفت ان الواحد بيعرف نفسه والواحد بيفهم نفسه، بيبقى عندنا كميه افكار حلوه جدا، بس من كتر الضغط والزحمه اللي بيبقى موجود في حياتنا مش بنعرف نفرغه. فحاول تخصص يوم، انا ده بعمله، بحاول اخصص يوم اني اقفل النت السوشيال ميديا تماما، بقفل الموبايل، بقعد مع نفسي بس، احاول اعمل حاجات انا بحبها، اتعلم حاجه جديده، اكتب. دي من اكتر الحاجات برضو اللي بتفرق معايا. وهي دي رقم 11. انا بصوا عايزه اوريكم، في شويه هنا وفي شويه حاطه عليهم الفلاش ده. بس انا عندي كميه يعني كميه حاجات انا بس بكتب فيها. مبسوطه بكتب، متضايقه بكتب، بحاول انزل كل يوم كده سؤال، او انا عامله اهو، كنت عامله بوكس في سؤال بطلعه كل يوم بجاوب فيه على حاجة. ده بيخليني أعرف نفسي أكتر وأفهم نفسي أكتر. الكتابة بجد مفيدة ولذيذة جدا.
اوكي. حاجه جربتها مؤخرا ودي تقريبا رقم 11، حاجه جربتها مؤخرا وهي اني اسمع بودكاست. من اكتر الحاجات اللي انا بصراحه ما كنتش بحس ان انا مستفاده ان انا بسمع اصلا بودكاست، بس يعني اتعلمت مؤخرا ان انا اسمع بودكاست، ودي من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا جدا. بسمع بودكاست باللغه اللي انا عايزه اتعلمها، بسمع بودكاست بالعربي، خصوصا لو انت شخص بتسمع اغاني. الاغاني احنا عارفين انها مش حاجه صح او مش حاجه لطيفه يعني ان احنا نسمعها، فممكن نبدلها بان احنا نسمع بودكاست مثلا في تلخيص كتب اسمعها مثلا. يعني حاول تبدل العادات السلبيه اللي موجوده عندك بحاجات ايجابيه ولطيفه وبجد بتبنيك وبتفرق معاك مع الوقت. اوكي. حاجه رقم 12 تقريبا، المهم انك اعمل يوجا. بجد اليوجا دي انا مكنتش متخيله تاثيرها عليا ازاي. كنت دايما بشتكي من الم في رقبتي كده او ناحيتي. بجد من اكتر الحاجات اللي ممتعه في الحياه، مريحه، بتريح جسمك، بتخليك ريلاكس كده. في يوجا كمان للتنفس. انا عندي مشكله في نفسي، فكنت بعملها في وقت من الاوقات عشان تخليني اتنفس كويس في الصيف. الناس اللي بيعانوا زي عشان تخليني اتنفس كويس في الصيف وكده. اوكي. حاجه كمان برضو انا اتعلمتها ودي تقريبا رقم 13. مش فاكره بصراحه هما كام، بس يعني انا بحاول اقول انا فاكره 13، خليكي فاكره. اوكي. من اكتر الحاجات اللي انا اتعلمتها بجد وفرقت معايا هي اني اتعلم اشتري الحاجات اللي انا محتاجاها وبس. زمان كنت بحب اشتري اي حاجه وكل حاجه انا بشوفها، لكن دلوقتي بشوف ايه الحاجات اللي انا عايزه اشتريها، الحاجات اللي انا حابه استخدمها، الحاجات اللي مثلا فارقه معايا او الحاجات اللي هي فعلا محتاجاها جدا وكنت بشتريها وكانت بتفرق معايا جدا. دي بتساعدني ان انا اتحكم في نفسي واتحكم مش في كل حاجه انا بشوفها اشتريها، بتحكم في احتياجاتي برضو، بتحكم في فلوسي. وده مش معناه ان احنا نبخل على نفسنا او نشتريش الحاجه اللي احنا عايزينها، لا، نشتري الحاجات اللي احنا محتاجينها، مش عشان فلان او فلانه اشترت مثلا لبس جميل او حاجه معينه فراح اشتري زيها. لا، شوفي ايه الحاجات اللي انت محتاجاتك واعمليها. اوكي. ميه، حاجه برضو من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا بصراحه مش مبالغه، فرقت معايا ببشرتي جدا، هي الميه. انا ما كنتش متخيله، يعني انا كنت بسمع ان الناس تاثير الميه ده رهيب وتاثير الميه ده جميل واشربوا ميه كتير يا جماعه. يعني انا ماشيه بدي في كل حته، ماشيه بيها معايا ازاز حتى في البيت، يعني اهو ماشيه بيها. فبجد اشربوا ميه، بتفرق معاكم جدا ببشرتكم وصحتكم وفي كل حاجه. تمام. اعملوا ليست كده بالمكان والحاجات اللي الناس تزوروها. لولا المذكره سند عليها الفلاش كنت وريتكم بجد. عامله كده في النوت، عامله كده لسته فيها كل الحاجات اللي انا نفسي اجربها، من سفريات، من اماكن، من حاجات، من اكل مثلا معين او تجربه معينه او ايا كان حاجه. اعملوا ليست بالحاجات بجد بيفرق معاكم جدا. او اعملوا فيجن بورد اللي هي لوحه كده بتحطوا عليها صور، ابقى اوريها لكم، بتحطوا عليها صور الحاجات اللي انتوا عايزين توصلوا لها. بص انا بجد كل ما ابص لها كده بشوف ايه ده، دي الحاجه دي انا عايزه اعملها فبشتغل عليها. فبجد كل ما حاجه تبقى قدامك او كل ما حاجه تبقى كاتبها بتوصل لها اسرع. اتفقنا. اخر حاجه ممكن انصحكم بيها، جربوا حاجات جديده. يعني من اكتر الحاجات اللي علمت فيا وفرقت معايا واثرت فيا ان انا جربت حاجات جديده كتير بقى، حاجات بقى من اهتماماتي مش من اهتماماتي. حاجات مثلا جربت مثلا حاجه، مكان جديد، اكله جديده. جربوا حاجات جديده بجد. بصوا حتى لو كانت التجربه او فشلتوا فيها بس اتس اوكي، ان انا مقتنعه جدا انك خدت اكسبيرينس حلوه او يعني خبره حلوه للباقي مشوارك يعني. بس فانا قلت شويه حاجات كتيره مش عارفه عددهم كام بصراحه، ولكن ممكن يكونوا 15 او 20 على حسب يعني. المهم ما تعملش كل الحاجات دي علشان انت هتتشتت ومش هتعرف تعمل اي حاجه نهائيا. اكتب مثلا الحاجات ورايا في الفيديو ده، تكتب كل الحاجات اللي انت عايز تعملها، او اكتب الافكار اللي انا قلتها دلوقتي في الفيديو.
وخد منه كل شهر حاجه واحده بس من كل الحاجات دي، يعني لسه معانا 6 شهور تقريبا. خدوا فيها كل مره حاجه من الحاجات دي بجد. على اخر الشهر على اخر السنه هيكون تقريبا عندكم حوالي 6 حاجات انتوا عمركم ما جربتوها قبل كده وطلعتوا بيها للسنه الجديده. فما تعملش كل الحاجات دي عشان ما تتشتتش. هات ورقه وقلم واكتبوا الحاجات كده زي ما انا كاتباها. انا بحب اكتب، انا بموت في الكتابه بصراحه. بحب اكتب كل حاجه، اي افكار تيجي في دماغي او العلاج بالفن، اي حاجه انا عايزه اعملها. ما تنسوش كمان يا جماعه تخططوا. التخطيط فعلا تحفه. التخطيط الاسبوعي يعني احاول انزل لكم مره عن التخطيط الاسبوعي ده. بجد التخطيط الاسبوعي ده يعني اختراع، بيخليكم توصلوا للحاجات اللي انتوا عايزينها اسرع ما انتوا متخيلين. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد، واكتبوا لي رايكم في الكومنتس. وغير كده قولوا لي ايه الافكار او الحاجات اللي انتوا نفسكم اعمل فيديوهات عشانها. انا متحمسه قوي الوقت اللي جاي ان انا انزل فيديوز كتيره جدا، فقولوا لي افكار كده حلوه او حاجات محتاجين نتكلم فيها واحنا نكون بنتكلم عنها الوقت اللي جاي. وبس كده، فيديو طويل زي كده كل يوم. نسيت 3 باين ولا 2. هنزل فيديو كل يوم 2 الساعة 6. ما تروحوش في اي حتة واستنوني يا جماعة. وبس كده، ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام علشان هنعمل كل الحاجات دي مع بعض. لو عندكم اي افكار تاني اكتبوها لي بليز علشان يعني نغير مع بعض. اوكي، باي باي.